السلام عليكم. أنا كنت طالع يا جماعة أرد على إبراهيم عيسى لما طلع زعلان إن وزير التربية والتعليم قرر إن مادة الدين تضاف للمجموع، وطلع بقى زعلان وقال إزاي إحنا دولة مدنية وملوخية ومهلبية وما ينفعش وإنتوا مين وجايين تبع مين مع إن كلامه ده يستوجب العقاب. الدين انتوا بتتكلموا جد؟ هتدخلوا الدين في المجموع؟ انتوا مين بالظبط؟ انتوا يعني مع مين وضد مين وانتوا فين؟ يعني قولوا لنا على فكره انتوا مين عشان نعرف، يعني بتفكروا ازاي عشان ناخد يعني. لما تطلع تقول انتوا مين يبقى انت بتوجه رساله لصاحب القرار. صاحب القرار تم تعيينه من رئاسه الجمهوريه، تعيين سيادي، فانت بتهاجم الحكومه كلها مش بتهاجم شخص الوزير. ما علينا، بس واحد زي ابراهيم عيسى انا مستغرب ازاي لحد دلوقتي بيطلع في القنوات وبرنامجه شغال لحد دلوقتي. يعني واحد طلع كذب رحله الاسراء والمعراج قبل كده، وقال ان صلاه التراويح بدعه، وقال ان الصيام مش مهم. بس انا مش طالع ارد على شخصيه زي دي، مع ان نفس الشخصيه لو وزير التربيه والتعليم قرر تدريس كتب نظريه التطور ونظريه ماركس هيوافق وهيطبل ويرقص كمان. بس الدين، كلمه الدين عامله له حرق. المهم انا هفرجكم على فيديو انتشر بقاله يومين اهو او 3، كل الناس شافته، على طالبات التجمع. بنتين، واحدة اتهجمت على التانية وضربتها وحصل اللي حصل. طبعا وزير التربية والتعليم أمر بفصل الطالبة اللي قامت بالتعدي، فطلعت وكيلة المدرسة زعلانة من القرار وقالت كلمة كده، يعني لفظ خارج ما ينفعش أصلا اللفظ ده يطلع من إنسانة مربية معلمة. قالت ليه؟ هي المدرسة عاملة لك حرق. كلمة ما تنفعش أصلا تصدر من شخص تربوي معلم بيعلم أجيال. ما ينفعش تقولي كلمة زي دي. بس ده يثبت ان احنا فعلا محتاجين الدين في مناهجنا، واطفالنا تدرس الدين، ويبقى مجموع الدين يضاف للمجموع الكلي. كده هيخلي اطفالنا يذاكروا الدين ويعرفوا دينهم. يا ابراهيم يا عيسى، دولة مدنية هي التي يخضع فيها افراد الشعب لنفس القانون باختلاف ديانته، وليس اخراج الدين كليا من الدولة، وإلا بقى الموضوع هيبقى سداح مداح. في أي مجتمع إذا زال الدين وتعاليمه عنه أصبح فوضى، أصبح مجتمع منحل. هي مش السويد دي دولة أوروبية علمانية منفتحة على العالم، حاطين مادة الدين في الثانوية العامة، ومجموع المادة دي بيضاف للمجموع الكلي، وعليه 3 كورسات، كل مرحلة 100 نقطة على 3 مراحل، 300 نقطة بيضافوا للمجموع. ودولة أوروبية لما تبقى دي أخلاق وكيلة مدرسة، يبقى احنا مستنيين ايه؟ ايه يا ابراهيم، انت ما عندكش دين؟ مش ده دينك ودين امك؟